في ندوة لا تزال متواصلة إلى الآن نظمتها جمعية التواصل التونسية الليبية وحضرها محمد الهادي الهاشمي الحراري وهو وزير الحكم المحلي الليبي، حيث تبحث في العلاقات التونسية الليبية التاريخ والآفاق. تحدث كاتب الدولة عبد الله تريكي أن الحكومة التونسية قررت انطلاقا من 1 جويلية القادم أن يكون بمقدور كل مواطني المغرب العربي الدخول إلى تونس باستعمال بطاقة التعريف الوطنية لا غير، وأيضا بمقدور كل مواطني المغرب العربي الاشتغال في تونس من دون الحاجة إلى تصريح من وزارة التشغيل. كما أن الحكومة التونسية قررت أيضا أن تكون الإقامة لمواطني المغرب العربي من دون حاجة إلى بطاقة إقامة، وأن الاستثمار في أي من الدول المغاربية سيكون من دون تحديد أي سقف له، وأنه سيتم كذلك التنصيص في الدستور الجديد على أنه بمقدور أي شخص من الدول المغاربية المشاركة في الانتخابات البلدية. وقال أن ليبيا قررت منح تونس 1,200,000 برميل من النفط.